السلام عليكم، حياكم الله. اليوم معنا قصة مقوت يدعى بهمدان في أمانة العاصمة صنعاء. وهذا المقوت حصل له واحدة من الزباين يعني مريشة وأضحوكة، فكانت هذه المرأة أو الفتاة بتشتري من عنده قات، وفي يوم من الأيام طلبت منه رقم الهاتف وأعطاها رقم الهاتف، كانت تتواصل معه هاتفيا واربط لي قات الفلاني. المهم ويوم بعد يوم وتطورت العلاقة، وكيف حالك وكيف أنت، وهو نفس الخبر كيف أنت وكيف حالك يا روحي وحياك الله، ومن كلمة لا كلمة ورجعوا حبايب بالهاتف. أكثر من ذلك نحن لا نعلم ما الذي يحصل، نحن نقول هذا أقل شيء كان يحصل بينهم. فاتطورت العلاقة فيما بينهم، ورجع يقول لها أنا ظروفي صعبة وأحتاج إلى مبلغ مالي، فعرضت عليه أن تعطيه إسوارة ذهب، فقبل هذه الإسوارة وسار وباعها، وهذه الإسوارة وزنها 47 جرام، وعمل لها أيضا سند أن عنده الإسوارة لها. فقضى حاله وسار واصطرف وأكل وشرب من ظهر هذه الفتاة المهبولة، وأيضا كان يقضي له معها ساعات بالهاتف، ولا نعلم ما الذي كان يحصل بينهم البين. فأتى يوم من الأيام أيضا أنه طلب منها مسدس وساعة ريلوكس. طبعا الساعة قيمتها بآلاف الدولارات، لا نعلم على أي أساس أخذهن منها وبأي طريقة يعني نصب عليها، وكيف هي جابت له هذا الشيء. هل على أساس أنه كان يواعدها بالزواج، أو على أساس أنه بيعملوا مشروع وبيستثمروا هذه المبالغ، أو على أساس انه قال اعطيني اياهن عاره بيصير يهوك معه عرس وبيردهن لها. فهذا المقوت حصل له يعني واحده مهبوله وخفيفه عقل، وايضا يقضي يعني هاتفيا، وما خفي كان اعظم، وحتى افلس عليها تماما. ولا نعلم ايضا قد يكون اخذ عليها مبالغ ماليه، ولكن كما كانت تكون قليل او كثير قدوب رضاها. فهذا المقوت الآن هو وياها دخلوا في مشاجرة وفي مشاكل، وهو مستقر ومعترف أن عنده لها ساعة وعنده لها مسدس وعنده لها أسوار ذهب، ولكن بيقول ما بش معي، اصبري علي لما يدي الله. وفي الأخير أرسلت قضيتها إلى عدة أشخاص مشهورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أنه هذا المقوت الذي يدعى بهمدان هذا النصاب، على أساس أنه ابتزها ابتزاز، وهو لم يبتزها ابتزاز، وإنما نصب عليها بطريقة فنية وبطريقة يعني رومانسية. حصل له واحدة هبلة، فهذا النصاب كان يأكل ويشرب من ظهر هذه المهبولة. وفي الأخير تقول ابتزني، أرسل رابط إلى داخل الهاتف وأخذ الصور، وكان يبتزني وأخذ علي المسدس وأخذ علي الإسوارة وأخذ علي الساعة، وهذا الكلام كله كذب. حصلنا على محادثات وهي تعرض عليه الإسوارة بكامل قواها العقلية والجسدية أيضا. كالمال السايب يعرض نفسه للسرقة، وهذه الفتاة لم أرى في حياتي أهبل منها في الوطن العربي بأكمله، ليس إلا في اليمن. وأنت أيضا من فتح الباب لهذه العلاقة التي حصلت بينكم المحرمة حتى وإن كانت هاتفيا. فالآن هذا المقوت مستقر ومعترف أن عنده لهذه الفتاة الساعة والإسوارة والمسدس. ما فيش داعي لطوال المسائل، فاعمل على نفسك التزام ودي لك ضمين مسلم، سواء بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر، بعد سنة، في المدة التي تكون مناسبة، لا ضرر ولا ضرار، عشان تعطيها حقها. وزي ما دخلتوا بهدوء اخرجوا بهدوء، وما فيش داعي للشوشرة وتسمع بنفسك في العالم وفي الأمة العربية، لأن قدك الآن مشهور في السوشيال ميديا، ما عاد مش داعي. لو عادك استمريت أيضا أيام وتعاندتوا سوف تكون مشهور عبر الوطن العربي. وأيضا على كل فتاة أن تعتبر من هذه القصة التي حصلت، وأن لا ترخص بنفسها إلى هذه الدرجة الرخيصة، أو أن تفتح لنفسها مكالمات ورسائل وتصرفات حمقى، وتأتي فتاة ناقصة أوقات مع أسرة شامخة كشموخ الجبال وتوطي رأسهم وتجعله في التراب من التصرفات اللا أخلاقية والتصرفات الحمقى. وأيضا نقول لهذا المقوت لا تعتبر أنك الذي أخذت على هذه الفتاة أنها بطريقة شطارة أو نصب،
في الأخير تعتبر هذه في ذمتك لهذه الفتاة، يعني بينك وبين الله أنت أخذت منها وأنت معترف، فبر ذمتك في اليوم دنيا وبكرة آخرة. وأيضا سوف نقول لهذه المهبولة أن تعمل وكالة لأي شخص من الأشخاص، وهو سوف يرفع عليه قضية وسوف تأخذ حقها قانونيا. وتحياتي لكم وفي أمان الله.